السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ طبعا الزبادي من الحاجات اللي غنى عنها في السحور، ولازم ناكل علبة كده بعد السحور عشان ترطب على قلبنا. فليه ما نعملهاش في البيت؟ وبكيلو حليب واحد هنطلع كل الكمية اللي انتوا شايفينها دي. ما شاء الله كل الكمية دي طلعت معايا بكيلو حليب واحد وعلبة زبادي. طلعوا معايا الكمية دي، وفي 5 ساعات بس هتبقي مجهزة احلى زبادي بلدي كريمي وحلوة جدا ومتماسكة ما شاء الله. زي ما انتوا شايفين كده متماسكة جدا، وطبعا احلى واطعم بكتير من الجاهزة، وهتشوفوا لما تجربوها بنفسكم. ويلا نشوف هنعمل الجمال ده ازاي. اول خطوة هعملها هغلي الحليب الاول. بسم الله. انا هعمل كيلو واحد كده. خلاص زي ما انتوا شايفين اللبن بدأ يغلي، هطفي عليه على طول وهسيبه يهدى خالص، وبعد كده نشوف هنعمل فيه ايه. كده الحليب بعد ما برد يعني بقى زي فاتر كده او دافي، هضيف له علبة زبادي حوالي 80 جرام، بس اهم حاجة تبقى زبادي بلدي. وهضربها بالهند علشان عايزاها تبقى ناعمة ما تبقاش مخرزة. لو ما عندكيش هند عادي خالص هتضربيهم في الخلاط. بسم الله. هجيب صينية كده اللي هضيف فيها الكوبايات او طواجن او اي حاجة انت حباها. انا هنا معايا الكوبايات دي بتاعت مكنة الزبادي بتاعتي، بتبقى لها غطا كده وفي خرم من فوق، فانا بفضل اعمل فيها. هنسمي الله كده مع بعض وهنصب الكوبايات. بسم الله. زي ما احنا شايفين الكوبايات اللي معايا دي ما اخدتش الكمية، فهجيب طاجن او اي طبق بايركس، اي حاجة انت حباها. الكوباية دي كوباية عادية كده عندي بس نفس الشكل، وهضيف بقية الكمية في الطاجن. زي ما انتوا شايفين هجيب كل كوباية وهغطيها بالغطا كده. اما بالنسبة للطاجن فانا غطيته بستريتش كده، وهعمل فيه كام خرم، وكمان الكوباية نفس الوضع. وهجيب مية سخنة بتغلي واضيفها في الصينية، حوالي تلتها كده. وبعد كده هجيب فوطة نظيفة، بس اهم حاجة تبقى سميكة، وهغطيها كويس. طبعا الفوطة دي اللي معايا دي مش سميكة، فانا هستخدم فوطين 2، ممكن تبدليهم بدفاية او اي حاجة انت حباها. وهضيفهم كده على جنب، مش شرط في فرن خالص، هسيبهم على الرخامة. اهم حاجة اتأكد ان هما مقفولين كويس جدا. بعد 5 ساعات هنفتح على الزبادي ونشوفها مع بعض. ما شاء الله زي ما انتوا شايفين متماسكة جدا، ولا بتدفي الفرن ولا اي حاجة، سهلة جدا. ما شاء الله زي ما انتوا شايفين متماسك جدا. نشوفه كمان من جوه كريمي وحلو جدا. طبعا سهل جدا زي ما انتوا شفتوا، بجد ما بياخدش وقت خالص. في 5 ساعات بيبقى جاهز معاكي. يعني هتفطري وهتغلي الحليب بتاعك، وبعد كده هتعمليه بالخطوات اللي انا قلتلك عليها بالظبط، و5 ساعات وهتكوني اتسحرتي منه، وهيبقى معاكي زبادي وتمام التمام، ومش محتاج فرن ولا اي حاجه خالص. وهتعمليه بنفس الطريقه اللي انا وريتها لكم. وبعد 5 ساعات يعني تقريبا على السحور هتتسحري منه ان شاء الله. وسهل كده، وما شاء الله الكيلو عمل معايا الكميه اللي انتوا شايفينها دي كلها. وبكده ابقى خلصت معاكم وصفتي النهارده، وبألف هنا وشفا. لو عجبتكم الوصفه بتاعتي ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك في القناه علشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامه.